الأهلي والمريخ. الأهلي بيقدم أسوأ مباراة مع كولر من ساعة ما جه، من كل شيء. غياب تركيز تام، خصوصا في الشوط التاني كان اللعيبة تحس إن هي بره الفورم خالص. كمان إهدار الفرص في الشوط الأولاني كانت كفيلة إن هي تنهي المباراة من بدري، خصوصا إن فرصة حسين الشحات اللي في منطقة الجزاء دي سهلة جدا. الخطيب وإدارة النادي الأهلي تتحمل جزء كبير أوي من المشاكل اللي بيواجهها النادي الأهلي، خصوصا إن كولر طلب أكتر من مرة مهاجم، والأهلي كان وعد إن هو بيدخل في صفقات كتيرة عشان يخلص مهاجم، لكن فشل في جلب مهاجم مميز. اي نعم كولر حدد اسماء معينه، بس انت كاداره المفروض ما تبخلش على الفريق. انت متخيل ان الاهلي هيكمل الموسم كله في دوري ابطال افريقيا والدوري والكاس وكل ده بدون مهاجم صريح؟ ما فيش الا شادي حسين اللي هو مش مقتنع بيه، ومحمد شريف اللي بيقدم مستوى قليل جدا، وكمان كهربا اللي قعد له فتره بعده بسبب الاصابه. طبعا الشناوي النهارده عمل كارثه بهدف ساذج. اخطائه بدات تكتر من هدف من مباراه لمباراه. اي نعم هو شارك للجزاء، ولكن الهدف ده ما يخش في حد. خلى الهلال دخل الشوط الثاني نفسيا اعلى وكل حاجه. الشناوي هنفضل نتكلم كل ما يخطأ نقول ان الشناوي رفض عرض مالي كبير من النصر السعودي وضحى وكده، لكن طول ما مفيش بديل ليه يحصل كوارث. كمان كولر اخطأ في بداية التعامل من الماتش كله، بداية من التشكيل اللي هو التغييرات اللي حصلت، انه بينزل كمان قفشه وما ضافش اي جديد. يعني لما تيجي تغير حاول تضيف حد جديد. انا كنت متوقع ان هو يزود هجوميا شويه، لكن قفشه نزل لعب جنب القندوز اللي كان ظاهر في كل لمساته انه هيبقى لعيب كويس. بيرسي تاو طبعا علامه استفهام، ما بقاش يقدم اي شيء مع انه يمتلك سرعات كبيره جدا وعنده فنيات ومستوى عالي جدا، وهذه الفتره فعلا ما بيتصابش، ولكن ما بيقدمش اي حاجه. كل كره بياخدها ويرجع لورا. احنا عاوزين مهاجم كويس، فمن وجهه نظر ان هو لازم يتم تسويقه عشان نشوف حد بديل ليه. طبعا ديانج بيواصل من مباراة لمباراة من مباراة ريال مدريد فلامينجو البرازيلي، والنهارده الهلال مستوى سيء جدا من الاهلي. مش هو ده ديانج، ولا هو ده الكتلة الصلبة اللي في وسط ملعب الاهلي. لا النهارده كانت الدنيا سهلة جدا وبيعدي جدا. كمان النهارده لعب حسين الشحات صانع العاب. حسين خطورته بتكمن على الاطراف، وبدل شويه معاه طاهر، ولا طاهر بيلعب صانع العاب، ولا حسين الشحات لعب صانع العاب. كندوس انا كنت شايف انه لو بدأ من بدايه الماتش كويس جدا. كمان علي معلول تم استنزافه بكل الطرق، كفايه عليه كده، المفروض يقعد ونبدا ندي محمد اشرف، اللي انا شايفه بصراحه مش هيبقى وحش، كويس جدا وبيهاجم وعنده ثقه في نفسه وكل حاجه، فلازم أن ياخد خبرات مع بعض. الماتشات الجايه صعبه جدا، وخصوصا ماتش سان داونز في القاهره لا بديل عن الفوز، لانك هتطلع لسان داونز لو انت حابب تكمل في المعركه دي. فانا شايف ان الاهلي عليه انه يلم الورق ويبدا يستعد للمرحله الجايه، ولازم أن يجد حل كبير جدا في راس الحرب.